ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حبة اخبار كده على السريع. كريستيانو رونالدو محققش كاس العالم، كريم بنزيما لم يحقق اليورو، رونالدو الظاهرة لم يحقق دوري ابطال اوروبا، لويس سواريز لم يحقق الكرة الذهبية، الاسطورة ابراهيموفيتش لم يحققهم كلهم، رفقا بالارقام يا زلطان. دي المعلومة الأولانية. المعلومة الثانية، منذ مجيء أنتوني للبريميوم ليج سدد كرات على العارضة أكتر من عدد أهدافه التي سجلها بالدوري في البريميوم ليج. يعني هو جاب كل الأهداف اللي هو جابها، أنتوني جاب 4 أهداف، سجل بالعارضة 5 تسديدات، يبقى هو سجل على العارضة أكتر ما جاب أهداف في 27 مباراة. طبعا حقيقي رفقا بالأرقام برضه. 200 مليون قليلة عليك يا جود، 200 مليون قليلة عليك يا جود بلينجهام هو جوهرة الملك، ينقذ ريال مدريد من التعادل برأسية في الدقائق الأخيرة. طبعا في المباراة السابقة والمباراة الأولى والثانية، يعني بص هو ما سابش مباراة ما سجلش فيها في ال3 جولات الأولانيين من الدوري الأسباني، المباراة الأولى والثانية والثالثة لا يتوقف عن التسجيل. حقيقي نتمنى ان احنا نشوف اسطوره الفتره اللي جايه فيه. طبعا لعنه الاصابات تطول فينيسيوس جونيور، يعني كده ميليتاو ما شاء الله كده بالسلام، وعندك كورتوا بالسلامه، وعندك فينيسيوس جونيور بالسلامه. ارتيتا بيقول لك ايه؟ ارتيتا يجب ان يغلق باب الميركاتو في السعوديه بالتزامن مع اوروبا لانهم الان منافس قوي على الصفقات. يا عم انت خايف من ايه؟ كده السعوديه جايه هتبقى ان شاء الله السنه الجايه من ضمن افضل الدوريات في العالم. طبعا عاوز اقول لك من اللاعب الافضل في الدوري بتاعك انت؟ تمام. الدوري الالماني عنده يمتلك كين، الدوري الانجليزي فيه هالاند، الدوري الفرنسي فيه مبابي، الدوري الاسباني فيه فينيسيوس، الدوري السعودي فيه رونالدو، الدوري الايطالي فيه كافار. انت عندك مين؟ سلام.